نقط سريعة كده عايز أقولها في مسألة العلم والعمل. بتتعلم دين أو دنيا أو بتشتغل أي حاجة أنت بتعملها، لازم تتصف بالإحسان، لازم تكون محسن. والإحسان دخل في كل شيء. أولا الله عز وجل يقول إن الله يحب المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كام واحد جاب صنايعي ودعا عليه بعد ما يمشي؟ صح؟ ليه؟ لأنه غير محسن. تمام؟ بالمناسبة غير محسن لصنعته أصلا. تمام؟ وفي صنايعي اللي هو بيجي يقول لك إيه ده، أنت كان جاي يصلح الغسالة، يقول لك إيه ده والتلاجة بايظة؟ لا ده انا ليا في التلاجة وبتاع، وايه ده الحته دي مرمى اعملها لك وابنيها لك، والحيطه دي اعملها لك، ابنك ايه عيان اكشف لك عليه، انا دكتور اطفال بعد الظهر. يعني هو بيعمل كل حاجه. تمام؟ فبيعمل كل حاجه ربع. فكن محسنا في التعلم وفي الاداء، وهذا الإحسان تؤجر عليه إن احتسبت. عشان كده نقطة رقم 2 بعد ما بقول لك في شغلك أو في مذاكرتك سواء كانت شرعية أو غير شرعية، كن محسنا، اختار الأحسن دائما. طيب رقم 2 احتسب نية صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لك ما احتسبت. بعض الناس تيجي تقول لك إيه، وأنا لما ذاكر مذاكرة مثلا في كلية طب ولا كلية تجارة ولا كلية ولا حتى في المدرسة مثلا أنا هاخد ثواب على ده. تاخد ثواب كبير جدا كمان. ممكن يكون الثواب اللي أنت بتاخده بر والدين، إن أنت تفرح والدك ووالدتك، وبالمناسبة وده من أعظم الثواب لأنه بر والدين. ممكن يكون الثواب اللي أنت بتاخده بقى يترتب على حاجة من اللي أنت بتعملها بعد كده. ثالث نصيحة في هذا الأمر، اعلم أن هذا الإحسان أو الإساءة تؤثر على طيب الرزق. في ناس بتعمل شغلانة يعني في النص كده في الشغلانة بتاعته دي فيها 3-4 حاجات هو ما بيعرفش بتعمل ازاي، بس هي بتيجي مع بعض فبيدوس. يعني معلش هضرب مثال بحتة مثلا لها علاقة بالأدوية. هو داخل عنده برد، ياخد ايه؟ دواء برد، سهلة جدا الموضوع منتهي. طب معلش مش ممكن يكون في أدوية ما ينفعش واحد ياخدها عنده الضغط، واللي داخل لك ده راجل كبير ممكن يبقى عنده الضغط؟ طب انت فاهم ده، بس هتديله الدواء. خليك عارف ان الاجره اللي انت اخدتها او الدرجات اللي انت اخدتها زي الناس اللي بتغش في الامتحانات، انت فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك؟ مش هيبارك لك. ولو دخلت الكليه اللي انت عايزها درجات حرام، وستجد وبال هذا الفعل في حياتك لابد. طيب نقطة كمان أيضا نصيحة في هذا الأمر، دايما نربط صنعتك بالإسلام. لو أنا دكتور في العيادة وجيت وقت الأذان قمت طلعت بره وصليت بالناس، وفي دكاترة بتعمل كده فعلا، وفي دكاترة بتعمل أكتر من كده اللي هي بتنزل تصلي في المسجد، قول ده مثلا راجل كبير وصعب أو أيا كانت الظروف بيطلع يصلي بالناس في العيادة. ده شيء لن ينسى، بالذات لما يكون دكتور ناجح. ساعتها كل الناس اللي قاعدة بره دي مستنيين بقى لها ساعة و2 و3 هيقولوا إيه؟ سبحان الله، بص عشان بيصلي ربنا فتح عليه من غير ما تقول كلمة بقيت داعية. آخر حاجة ونختم بيها، لا تجعل هذا العلم أو هذه الصنعة هي الحاجز بينك وبين الله عز وجل. فما تنزلش تصلي عشان الشغل، وما تنزلش. في ناس بتصلي في المسجد بس وقت الامتحانات بتصلي في البيت عشان توفر وقت. هو يديك منه ويعلمك، انت تسيبه وتمشي. إياك أن تفعل ذلك.